اول تمرين هو الانكلاين دمبل كيرل. معظم الناس في التمرين ده بتحرك القلبو او الكوع لقدام، ودي حاجه غلط علشان انت كده مش هتركز على عضله البايسبس وهتشغل الكتف الامامي وانت بتلعب. فلو الوزن تقيل عليك خفف الوزن وثبت كوعك طول ما انت بتلعب. تاني تمرين هو الدراج كيرلز. في التمرين ده علشان تشغل اللونج هيد للبايسبس او الجزء الخارجي منها مفروض تميل بظهرك لقدام جزء بسيط وتعمل الحركه على مرتين، فهتسحب البار وتقربه من جسمك علشان تخلي دراعك يبقى ورا مستوى ظهرك، وبعدين هتعمل كونتراكشن او انقباض في الجزء التاني من الحركه. تالت تمرين هو البولي كيرلز. ده نفس فكره التمرين اللي فات، عايزك تركز ان دراعك يبقى ورا مستوى ظهرك طول التمرين وما تحركش كوعك لقدام وانت بتلعب. ومعظم الناس بتحرك الكوع بتاعها لقدام في التمرين ده علشان بيبقوا عايزين يشيلوا وزن تقيل، بس الاهم انك تلعب التمرين صح، فشيل وزن خفيف تعرف تلعب بيه التمرين. رابع تمرين هو الدمبل كونسنتريشن كيرل. عايزك تركز في التمرين ده على المدى الحركي وانت بتلعب، يعني ما تلعبش نص عدة لتحت او نص عدة لفوق، اعمل المدى الحركي الكامل للتمرين وهتحس بفرق كبير. اخر تمرين هو الروب كيرلز. التمرين ده بيشغل عضلة البراكياليس اللي ليها دور كبير في تكوير عضلة البايسبس، وعايزك برضو تركز وانت بتلعب على انك تعمل المدى الحركي الكامل للتمرين. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. كان معكم محمود العطار من فت باي ساينس. سلام.